من طنجة فريق الوداد الرياضي، ومعنا مباشرة السي علي الرمزي مدرب فريق الوداد الرياضي. أولا كوتش هنيئا على النقاط الثلاث من قلب طنجة، ولو كذلك في مدينة تطوان. قراءة تقنية هذه المباراة. بالنسبه للمباراه كما شاف الجميع انه بدينا تنشدوا الريتم ديالنا الحمد لله. بدينا بواحد الفلسفه جديده طلبات الوقت باش كما نقولوا ندخلوا في الريتم. كنشوف تحسن كبير بالنسبه للاعبين، وكما قلت الى كان واحد الفهم كبير الطريقه اللي في الراس ديالي، فالنتائج غادي يجيو لان عندنا لي كاليتي. لكن تحسن كبير. ماتشات اون دومين دو ماتش اليوم حتى هو بروميير ميتون ما كاين ان بيت امبورطون في الاول. كان طنجة عندها شويه الكره اكثر لان ما كناش واقفين مزيان في ميديو تيران. حاولنا نكوريجي هادشي في كما كنقولوا ما بين الشوطين. دوزيام ميتون عاوتاني ولا كونترولي لو ماتش. كنا جو كوا انه لا فيكتوار ميريتي غادي تعطينا واحد الثقه كبيره، وغادي نكملوا في الريتم ديالنا. باقي العام طويل، باقي الماتشات كبار، خاصنا نكبروا. هذه غادي تعطينا الثقه، ولكن كاين بزاف الشغل، ولكن حنا الحمد لله في الطريق الصحيح. فتحوا باب الاسئله كيف تسيروا؟ قلت في الاول بانه كنت نشوف ديما من بعد المباراه انه الجروب مهم، يعني انه الا بغيتي تنافس على في 4 الواجهات خاص الجروب كله يكون مستعد. واليوم برهنوا اللاعبين اللي يدخلوا انهم تما في المستوى. هذا هو اللي غادي يعطينا الثقه اكبر. افتقدنا اليوم كما كنقولوا العامين ديالنا جبران وسامبو، وكاين الدراري اللي دخلوا قاموا كما كنقولوا بالشغل. بالنسبه للسيستم حنا ديالنا راه ميم شوز نفس الشيء، وحاولت ما امكن انه حتى في التدريب ولا في الشغل اللي كنشتغلوا انه حتى اللاعبين اللي ما تيلعبوش نعطيهم واحد العاميه كبيره. كنت نخرج نشوفهم لي فيديو لي زونطرينمون باش الا دخلوا ما نحسوش بواحد الخصاص. بيان سور كل لعاب الكاليتي ديالو بيان سور، ولكن الاساس لو سيستيم ما تنبدلوش. والحمد لله انا مرتاح انه حتى اليوم غابوا عندنا جوج لعابه، ولكن حتى اللعابه اللي بداو بحال دابا الشرطي حتى هو ما بداش من الاول الماتش اللي فات، احناش ما بداش من الاول، ابو سفيان كان 4 تاع لي بوزيسيون اللي ما بداوش من الاول، ولكن ما تغيرش لو سيستيم. هذا